عارفين لما يبقى عندكم شويه لحمه كده ومحتارين تعملوها ازاي؟ اهي الاكله دي بقى لشويه اللحمه اللي محيرينكم ومركونين في الفريزر من العيد. انا بقى كان عندي شويه بوفتيك فقطعتهم شرايح زي ما انتم شايفين وشوحتهم مع نقطتين زيت ورشه ملح بقى ورشه فلفل اسود، ولما ياخدوا لون كده شويه كنت مقطعه فلفل الوان، اديتهم تشويحه مع بعض مع شويه توم مهروسين كده وكمان مشروم كان عندي. والخطوه دي اختياريه، وده كان صوص بيستو جايباه من اليونان، بس لو مش عندكم عادي يعني كملوا الوصفه عادي. المهم بقى ريحه الاكل ابتدت تهل، وعايزه اقول لكم ريحتها تحفه وتتاكل كده لوحدها. بس انا بقى حطيت معلقتين دقيق على الكلام ده وقلبتهم تقليبه سريعه كده، ونزلت عليهم بكوبايتين من اللبن، وقلب بقى الجمال ده كله مع بعضه لحد ما اللبن وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان الصوص ده بقى واخد من نكهه اللحمه والفلفل وكل الكلام اللي احنا حاطينه. المهم بعد ما تقل وحلو كده انا اصلا كنت سالقه مكرونه فنزلت بيها بقى على الصوص ده، واتفرجوا بقى على الجمال. وعايزه اقول لكم ان الريحه كانت رهيبه. اهم حاجه لو حسيتوا ان الصوص تقيل شويه خففوه بشويه ميه علشان احنا مش عايزينه بشاميل. عملت لي بقى طبق حلو كده، وعايزه اقول لكم يا جماعه